مرحبا ويا رب تكونون بخير دائما. فيديو اليوم هو حلاوة الجبن. طبعا هي من أطيب الحلويات العربية بصورة عامة، والحلويات السورية بصورة خاصة، وتقدرون تقدموها بأي طريقة تحبون، وبنفس الوقت تاخذوها كهدية وين ما تروحون. وراح نبلش بالشيرة أو القطر، عبارة عن كوب سكر وكوب ماء، أخليهم على النار يغلون تماما، بعدين أضيف رشة من ليمون دزي أي ملح الليمون، وأتركها تقريبا 3 إلى 4 دقائق تغلي تماما، وأطفي النار وأنتظرها تبرد. بعد ما تبرد أضيف عليها ماء الزهر. ما ضفت ماء الزهر على الشيرة كلها، بس ضفت على قد اللي أحتاجه أنا. بعد ما كملت الشيرة راح أجي على القشطة. طبعا هاي القشطة تسمى صناعية أو منزلية، حتكون على مرحلتين. المرحلة الأولى ضفت نصف لتر من الحليب، ونصف كوب مقياسي من السميد، وربع كوب مقياسي من السكر، ونصف كوب مقياسي من النشا. راح أخلطهم حتى لا يتكتلون، وبعدين أضيف كريمة الحلويات. إذا كانت كريمة الحلويات عندي هي سائلة، فأنا راح أضيفها على البارد. أما إذا كنت أستخدم نوعية القيمر أو نوعية قشطة بوك، راح أضيفها بالأخير. وبعد ما حولت المكونات على الغاز راح أحركهم والنار متوسطة. بعد هذا من تبدي تتكتل أنصي نار على رقم 1، أقل رقم تقريبا عندي، وأبقى أحرك بها حتى لا تتكتل كثير. المرة يصير صعب علي إني أفك الكتل. والمرحلة الثانية راح أضيف باقي الإضافات، هي معلقة من الزبدة الحيوانية، وهم أخلطها، هي بسرعة راح تذوب الزبدة لأن المكونات عندي حارة. بعد هذا ضفت معلقة من المستكة المطحونة، ومعلقة من ماء الزهر. طبعا ماء الزهر راح يكون حسب اختياركم. لو كنتم تستخدمون القيمر أو قشطة بوك بهذا الوقت تقدرون تضيفوها. وهسه القشطة المنزلية صارت عندي جاهزة وبأسرع طريقة. راح أصبها بصحن وأغطي الوجه مالتها بكيس من النايلون، وأتركها إلى أن تبرد تماما، وبعدين راح أشتغل بالعجينة حتى تكمل عندنا الحلاوة. وقبل ما أبلش بالعجينة أنا أجهز نايلون أخلينه على الكاونتر، حتى العجينة من تكون حارة وأجي أصبها النايلون عندي جاهز. مكونات العجينة أو الحلاوة موجودة على الشاشة، تقدرون تاخذوا لها سكرين. لازم الشغلة اللي راح نعمل بيها حلاوة الجبن تكون واسعة، إذا كان القدر أو الدست أو طنجرة حسب التسمية، فيكون واسع أفضل. ضفت السكر والماء وراح أخلطهم إلى أن يذوب السكر تماما. بعد ما ذاب السكر راح أضيف الجبن، وراح أبقى أخلط إلى أن تتكسر كتافي. بالحقيقة إذا أكو شخص يساعدكم يا ريت أكو شخص يقدر يحرك معاكم الجبن، لأن حلاوة الجبن متعبة بشكل يعني متعبة بشكل كبير، خاصة بالعجينة. وبعد ما ذاب الجبن عندي راح أضيف السميد، وهمين راح أبقى أخلط بهذه الطريقة، بس تكون الحركة دائرية، هكذا يكون أفضل. وضفت ماء الزهر تقريبا معلقتين من الطعام، لأن أنا أحب ماء الزهر كثير. وراح أكمل خلط بالحلاوة إلى أن تنشف تماما وتصير عندي مثل الكرة. بهذه المرحلة نقدر نشوف مطة الجبن. لما صار عندنا المطة حلوة بهاي الطريقة، يعني الحلاوة عندنا جاهزة. أما الوقت فهي بحدود 5 إلى 8 دقائق تكون على النار مباشرة، هي وحارة أخليها على النايلون. وأنتم لكم الاختيار، يا إما تحطون شوية سمنة على إيدكم وتفتحون الحلاوة يعني العجينة، أو تحطون شوية من الشيرة، بس أنا أفضل السمنة لأن بيها طعم أطيب. ويمكن انتبهتم إنه إيدي دا تحترق من حرارة حلاوة الجبن، بس مع هذا إنه أوكي، بس مجرد بإيدي أمد العجينة بهذه الطريقة مثل ما دا تشوفون، يعني أنا ما أحتاج لا شوبك ولا أي شيء. القشطة بعد ما بردت عندي أنا خليتوها بكيس الحلواني، وحاولت أفردها بهذه الطريقة. طبعا تقدرون أنتم تخلوها بالمعلقة، ما ضروري. وراح أطويها
مرتين أقلب الحلاوة حتى تتماسك عندي، وأقصها بسكينة تكون حادة، وراح أكرر هذه العملية إلى أن أخلص كمية العجينة. على فكرة تقدرون أنتم تخلون كمية القشطة داخل العجينة أثخن، يعني تفتحون الكيس الحلواني فتحة كبيرة حتى ينزل كمية كبيرة من القشطة، بس أنا حبيت أعملها حجم متوسط. وبعدين قطعتوها بهاي الطريقة قطع صغار، ولفيتوها بالنايلون الستريج، وراح أدخلها للثلاجة حتى ترتاح. أما طريقة التقطيع فترجع لكم، ممكن تقطعوها بأحجام كبيرة أو صغيرة أو وسط، أو ممكن تقطعوها بشكل مائل، يعني هالشي يعود لكم. وأكيد لا تنسون ترشوها بالفستق وتغمسون الجهات يعني من الصفحات حتى يصير طعم الحلاوة أطيب. واكتملت حلاوة الجبن، شكلها من أروع ما يكون وطعمها ما ينوصف. أنا بشكل أحب حلاوة الجبن، خاصة يعني أحس بها الطعم الشرقي، فاللي اخترع حلاوة الجبن طبعا عاشت إيده. أما عن طريقة التقديم فممكن إنه تحطون كاسة حتى أي شخص يغمس وياكلها، أو ترشون الشيرة فوق حلاوة الجبن وتقدموها، همين أنتم حرين بالطريقة. واللي يحب يدلل حاله أكثر يضيف فستق زيادة على الوجه حتى الطعم يكون أطيب. هذا الشكل الثاني مناسب للزيارات، أو إذا عندكم عزومة يكون أحلى. بالنسبة لي أنا كنت رايحة لتورنتو، فأخذت صينيتين من هذا الشكل، حطيت الحلاوة بصينية بلاستيك والشيرة بعلبة زجاجية، وبعدين غلفتوها بالنايلون والشريط. شكلها كثير مرتب وفخم، حتى أحلى من المحلات. إذا حبيتم حلاوة الجبن لا تنسون تعملون لايك وشير لكل أصحابكم وأحبابكم، وأشوفكم بالفيديوهات الجاية، ومع السلامة.